بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي في الله. احنا النهاردة بقى هنعمل مع بعض كنافة صفراء. طيب ازاي؟ هتشوفوها معايا دلوقتي. انا دلوقتي هبتدي احط الشربات على النار الاول، وهنعملها كمان بالمهلبية بتاعتها. ماشي. هنحط هنا، نحط كوبايتين 2 مية. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 1 2، حط قصادهم كوبايتين سكر، كوبايتين 2 سكر. هم الكوبايتين يا جماعة، كوبايتين 2 سكر معاهم باكيت الفانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص. طيب دول بقى كده. الليمون مش هنحطه دلوقتي علشان ما يبقاش مجرمز، هنحطه ايه قبل الاخر بحاجه بسيطه. هننقل الشربات ده في العين دي. خلاص. هنوطي النار برضو، هننقل ده هنا. هنعمل مع بعض بقى المهلبيه بتاعتها اللي هي عباره عن ايه؟ نشا ودقيق، نشا ولبن يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو احنا هنسكرها شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلي النار هنا شوية. هنسكرها 1 2 3 4. ماشي. هنحط كده برضو ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقتين 2 نشا. نزود اللبن شوية برضو. نحط فيه القشطة بتاعته دي. زودنا اللبن. لازم بقى ما نوقفش التقليب خالص الا لما تدخل معانا شويه. المهلبيه اتعمل، بس انا زودت لبن يا جماعه كده في الفاصل كده، زودت لبن شويه. لازم تدخن تاني برضه، تدخن اكتر من كده، لان دي هتبقى الحشو بتاع الكنافه. هتبرد بقى على ما نعمل الكنافه، هتكون هي بردت بقى ونحطها شويه. ماشي. نحطها شويه في التلاجة كده اهو، بس تكون بردت شويه لان لازم تكون ماسكه نفسها شويه. دلوقتي انا عندي كده حوالي، يعني عندي قالب زبده اللي هي زبده فرن دي، فانا خدت ربعه بسيحه بقى. لازم تفك جامد على النار. نشوفوا الخطوه الجايه بقى كده. نجيب معلقه نضيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تسيح خالص خالص خالص. خلاص هي كده ساحت. بصوا بقى، في من عند العطار بودرة اسمها بودرة الزعفران. ماشي. احنا بنيجي بقى بنحطها كده اهو على الزبدة نفسها. كفاية اما نطفي النار. فضيه كله بقى. دي اللي بتدي اللون الاحمر للكنافة. ماشي. طيب احنا هنروح مع بعض بقى نعمل الكنافة هناك كده. احنا دلوقتي معانا حوالي نص كيلو كنافة، بس احنا حاطينها في الفريزر بقالها يمكن اسبوع. ماشي. علشان كده بيبقى احسن عشان اعرف اكسرها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. سهل معانا التكسير بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصوا سهل معانا تكسيرها ازاي. طيب احنا دلوقتي ايه، بعد ما انا فركتها تحطها في الكبة عندي، فضربتها. بصوا بقى يا جماعه، هي بتبقى كده اهو. ماشي. بنيجي بقى بنعمل ايه، بننزل عليها السمنه دي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي احنا حاطين عليها بودره الزعفران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. نص كيلو كنافه على حوالي ربع كيلو سمنه. خلاص اهو. نقلبها الاول كده بالايد عشان هي سخنه، بالمعلقه ولا ايه عشان هي سخنه، وبعد كده نعملها بايدينا. بس عشان ايه السخونيه اللي فيها بس. ده حوالي نص كيلو كنافه على حوالي ربع كيلو الزبده ديت. بسم الله الرحمن الرحيم.
بنفرك كده اهو، زي ما انتم شايفين ايديا ماشيه ازاي كده اهو. بقت اتحولت لونها بقى اصفر واتطعمت كلها بالزبده اهو. الزعفران ده يا جماعه طبعا من اي عطار، هو البتاع الصغيره كده اهو ب4 جنيه، او لو في سايب شوفوا انتوا بقى تجيبوا بكام. شايفينها اصفرت كلها ازاي. اديكم شايفين الطريقه بتاعتها سهله وجميله ازاي، كلها اصفرت كلها. خلاص كده هي اتطعمت بالسمنه بتاعتها، يعني ما نحطلهاش اي سمنه تاني بقى. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. خلاص احنا بقى بنيجي نعمل ايه؟ بنحط السمنه في الصينيه طبعا، لان الصينيه لان هي دي كلها سمنه اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هات المهلبيه نظبطها بايدينا كده. احنا بقى حطها، عايزين بقى في خطوه كده اهو، لازم نعمل لها زي حرف من هنا علشان ما يطلعش المهلبيه بره. ننيمها كده الاول. لازم يا جماعه بصوا نحاول كده اهو بايدينا كده اهو، نعمل لها حرف من هنا كده اهو. شايفيني كويس اهو. ليه بقى؟ عشان تبقى المهلبيه جوه والجوانب دي تبقى سنداها. شايفينها؟ بصوا بصوا الحرف الجانبي ده، هو ده اللي انا بتكلم عليه. خلاص احنا كده ايه، امنا على ان هي ما تطلعش من الجنب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. فتحنا تاني. خلاص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. زي ما انتوا شايفين كده اهو. برضو حته ان الواحد يضربها في الكبه بتسهل علينا الامور، برضو ان انت بتعرفي تفرديها كده بايديكي كده بتبقى ناعمه معاكي، ماشيه معاكي كويس. شفتوا بقى جميله وحلوه وشكلها جميل ازاي. بس بالراحه خالص بقى، بالراحه خالص، نحاول نفردها كده بالراحه. بسيطه جدا جدا وسهله جدا جدا. خلاص خلصت معانا اهو. بس التسويه ما نضغطش قوي، اما تسوي كده اهو، ما نضغطش عليها قوي. خلاص
خلاص يا جماعه قدامكم الصينيه اهو، هندخلها بقى الفرن ونرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبايبي، احنا رجعنا لكم تاني. بس هي لما استوت بقى فكانت القشطه اللي جوه دي كتير، اللي هي المهلبيه كانت كتير، فالظاهر فارت طلعت شويه. ماشي، فانا برضو ايه على قد ما اقدر احاول كده معاكم ان انا اقطعها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ده سخن يا جماعه، لازم يبقى سخن، الاتنين سخنين عموما يعني. لحقناها يعني الحمد لله لحقناها قبل ما تتحرق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بدل ما نشتريها من المحلات نعملها احنا في بيتنا بايدينا اهو. عشان نوزع كده اهوت من الحروف. خلاص نوزع الشربات عليها. طيب انا برضو هي لسه سخنه شويه، فانا هحاول يعني، بس المفروض ان هي تبرد نهائي وبعدين اقطعها معاكم. خلاص فانا هحاول كده، ربنا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تبرد لازم. بس يعني نفسي ان انا اطلعها لكم دلوقتي كده، اوريكم حتى قطعه واحده منها حتى. اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي لو بردت هتبقى احسن يا جماعه والله، هي لو بردت هتبقى احسن، هتبقى خلطه احسن، بس انا بحاول يعني. اهي الحمد لله ما كسفتنيش. شايفين جمالها يا جماعه؟ شايفين؟ انا ما جبتش معلقه اهو. شايفينها حلوه ازاي؟ الا بقى طعمها بقى اهو. الله، كل ما هتنشف شويه او هتبرد شويه هتبقى احسن، بس طعمها حلو يا جماعه والله. اهي قدامكم اهي، بسم الله ما شاء الله عليها. خطواتها كلها بسيطه جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. يلا بقى متنسوناش في اللايك وفي الشير وفي الاشتراك. ماشي يا حبايبي، بايدينا نعملها. الزعفران عند العطار، الكنافه عند بتاع الكنافه، بس لازم نحطها في الفريزر تتلج جامد جامد جامد، وبعد كده نقوم ضاربينها في الكبه او نفركها بايدينا، ويا ريت يبقى احسن في الكبه. ماشي، واديكوا شفتوا الطريقه بتاعتها هي سهله وجميله ازاي. يلا اتفضلوا معانا بقى، متنسوناش في اللايك وفي الشير وفي الاشتراك. شكرا يا حبايبي، السلام عليكم ورحمه الله.